ملا فاتح، لابد لنا أن نسأل أنه خلال فترة الأربع سنوات الماضية اختفى الصوت الإسلامي الكردي من المشهد الكردي بشكل عام، لم يبقى إلا الصوت العلماني، صوت الحزبين الكرديين. يعني لماذا اختفت المشاريع الإسلامية؟ كانت هناك نشاطات وحركات مقاتلة كردية إسلامية وحركات سياسية كردية إسلامية أصبحت ضعيفة جدا، لا تكاد تذكر. لماذا؟ الحركة الإسلامية في كردستان بقيادة الشيخ عثمان رحمه الله، ثم الشيخ علي رحمه الله، والإخوة الآخرين حفظهم الله المتبقين، كانت ثالث قوة كردية في المنطقة، ولها مشروعها السياسي في المنطقة الكردية وللعراق كذلك، وهي كانت حلقة الوصل الوحيدة بين المنطقة الكردية السنية وبين عرب العراق بصورة عامة، طبعا سواء إلى السنة أو إلى الشيعة. ولكن مع الأسف أن المشروع بعد الاستراتيجية التي أشرت إليها بين جماعة الطالباني وإيران في عام 97 وبروز التيار السلفي الجهادي داخل الحركة الإسلامية الكردية، وتضعيف أو ضعف الجناحين الآخرين اللذين كان لهما صلة جيدة بإيران، إيران والاتحاد الوطني خافوا من بروز هذا التيار السلفي الجهادي، خصوصا كانوا متنورين ومنظمين ويعتمدون على الله عز وجل أولا، ثم على أنفسهم في التمويل وشراء الأسلحة والتدريبات، ولهم قوة بفضل الله تنظيمية جيدة. فأسرعت الطرفان الإيراني والطالباني أسرع لإسقاط الحركة الإسلامية في إبراز الاختلافات. ثم في 31/5/2001 انفصلت جماعة الأخ علي بابير لتضعيف الحركة أكثر، ثم جعلوا الحركة الإسلامية في حاشية وزاوية وحاصروها من كل جانب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ثم هاجموها في حلبشة، ثم بعد ذلك حاولوا الهجوم على أنصار الإسلام الذي تشكلت فيما بعد 5 أشهر أو 7 أشهر من هذه الحادثة. ولكن هذا التفتيت في جانب، ثم مجيء الاحتلال في وقت تشتتنا والبروز العلماني بهذه الصورة السافرة والقوية والمستندة إلى الاحتلال والمتراكمة لديها من مراكز القوة من السياسة والاقتصاد والمال والإعلام، والتحدث باسم الأكراد، ونحن وحشرنا نحن أو انعزالنا وعزلنا في الجبال، وعدم اتصالنا بجهة أخرى خصوصا، وضربنا قبل أن تكون لنا صلة بالمناطق السنية من جديد كما حصلت في عام 91. فكل هذه أسرعت في ضرب الحركة الإسلامية بأجنحتها المختلفة. حتى جماعة الأخ علي بابير كانوا نايمين ولهم صلة طيبة بجماعة طالباني، لكنهم ضربوا وقتل من خيرة إخواننا هناك أكثر من 300. واليوم لم يبقى يعني أمام الجماعات الإسلامية الكردية إلا العمل السياسي. الجماعة الإسلامية بقيادة الشيخ علي بابير دخلت في الانتخابات، الاتحاد الإسلامي الكردستاني يعني فصيل الإخوان المسلمين الكردي دخل في الانتخابات، لم يبقى أمامهم يبدو إلا العمل السياسي ضمن العملية السياسية، رغم أن الساحة مهيئة، ربما يصح أن يقال أنها أكثر من غيرها للعمل المسلح في ظل الظروف الحالية. هو طبعا العمل المسلح الجهادي لا يكون إلا بقيادة ومنهج ومنفذين أكفاء. بالنسبة لإخواننا الذين بقوا أحياء، والذين طبعا أنتم ربما لا يعرف كثير من الإخوة، بعدما قتل من خيرة إخواننا أكثر من 90، بعد ذلك اعتقل الإخوة، بعضهم سلموا إلى إيران، كانوا في إيران وحكم عليهم 3 سنوات سجن. ثم بعضهم سجنوا عند الطالباني، وبعض الآخر سجن عند الحزب الديمقراطي الكردستاني. فالذين نجوا استطاعوا في عمق العراق مرة أخرى أن يظهروا مع أنصار السنة ومع الجماعات الأخرى في ديالى والموصل وفلوجة وغيرها. فهؤلاء المنفذون الأكفاء وهؤلاء القادة الأحياء الذين بقوا ليس من السهل إعادتهم الآن إلى كردستان والبدء بعملية جهادية قوية يبتغى منها، والاحتلال ما زال جاثما على صدر العراق ككل. نجاح المقاومة بإذن الله عز وجل في العراق هو نجاح لنا كذلك في الشمال وفي كردستان. ولذلك الإخوة انفصلوا قسمين: القسم الذي اختار الجهاد اختار الطريق إلى الجماعات الإسلامية السنية في الوسط العربي. الجماعات الأخرى الذي ارتضى أن يكون من ضمن مشاريع الاحتلال بصورة مباشرة كالاتحاد الإسلامي الكردستاني، أو صورة غير مباشرة كالجماعة الإسلامية لأخ علي بابير،
كانوا بصورة غير مباشرة مع الحزبين الكرديين وفي قائمتهم ودخلوا الانتخابات. فالآن هنا في كردستان خطان إسلاميان، خط يتبنى السلفية الجهادية وهم في عمقهم السني الآن، ولهم طبعا روافدهم داخل العمق الكردي كتنظيمات ومؤيدين وأنصار، ولكن هؤلاء أيضا بين كل فترة وأخرى يعتقل منهم بالمئات، ولذلك ليس من السهل أي حركة بسيطة. هؤلاء ليس لهم مانع أن يعتقلوا 10,000 أو 20,000، ونحن المنطقة الكردية التي نبتغي منها تيار سلفي قوي جارف يستطيع أن يقف على رجليه بإذن الله، هؤلاء أيضا سيصلون إلى هذا المقدار من العدد، ولذلك لا يجوز أن نفرط بهم في هذا.